بعد مرضه أصبحت أوقات الفنان مصطفى تهته تمضي في التنقل بين منزله البسيط بجماعة تمسلوحت نواحي مراكش وبين المستشفيات بحثا عن سبب العلة وعن سبيل للعلاج. الحمد لله هناك رجال بما في المعنى من الكلمة وقفوا بجانبي، بعث في ظرف 3 أيام وصلوا لنتائج مهمة جدا، منها الإعلام اللي كيقوم بواحد الدور مهم، منها الإخوان والأصدقاء الأوفياء. فنعانيو معاه ما كاين باش يدوز، ما كاين والو. المهم عرفتي الحالات ديال الطب والميزانيه وصافي. يجي داك الكريز ما تنعقلوا عليه، تنبقى مقابله في الدار وصافي. الشفاء هو ذات المبتغى لجمهوره الذي اشتاق لرشاقته المراكشية على الركح ولما كان يصدح به من موزون الكلام. هو واحد ممثل رائع وممثل مزيان وتنعرفوا عليه الخير، والان لاحظناه انه خرج من المستشفى وكنتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله، ويعود لنا للشاشه التلفازه فيما قريب ان شاء الله. سي مصطفى كنعيشوا مع 40 سنه هذه، ما تنتفرقوش، اسره وحده. ايوا هاد الحاله هادي راه انت كتشوفي كي دايره، راه للاسف الشديد الحاله راه عيطت ليا اختي نزهه، قالت لي انت راه كاين جيت لقيت في واحد الحاله ما شتو نقول لك ما عاقلش. دينا للكلينيك، لقينا الاخوان الله يعمرها دار تما مع المعرفه ديالهم مع المسائل، دوزو عطاونا يد المساعده، شرينا شي فيتامينات وشي دواء وشي حاجه بالنسبه لهذا. قال لك غدا ان شاء الله تجيبوه باش يدير لي زاناليز. والأكيد أنه لا زال في جعبة هذا الفنان الكثير، والله تعالى نسأل أن يخفف عنه وعتاء السقم ليستأنف مسيرة العطاء.